الفيديو دوت واحد من اهم الفيديوهات في السلسله دي. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان في الفيديو دوت انا هشرح لك موقع ابورك من اوله لاخره، بحيث ان انت ان شاء الله ما تحتاجش ان انت تسال اي سؤال تاني بعديه، ومفيش اي حاجه كمان تقف معاك فيه. بس طبعا لو حبيت تسالني اي سؤال انا هسيب لك تحت دلوقتي الاكونتس كلها، سواء بقى كانت فيسبوك انستجرام ايا كان، وانا ان شاء الله هجاوبك في اسرع وقت. ويلا بينا عشان ما تضيعش وقتك اكتر من كده، وافتكر طالما انا اقدر اعملها يبقى انت تقدر تعملها. ابورك هو عباره عن وسيط فقط لا غير. يعني ايه؟ يعني ابورك بيجمع ما بين شخصين. اول واحد اللي هو العميل عنده شغل حابب حد يعمله له، مستعد اللي هو يدفع مقابل مادي قصاد ان حد يعمل له الشغل دوت ويريحه منه. والشخص التاني اللي هو انت دوت، اللي هو الفريلانسر دوت، حد عنده مهارات وعنده السكيلز الكفايه اللي تخليه يقدر يعمل الشغل دوت، وحابب اللي هو يبدا يكسب من المهارات ديت. فاب وورك جالك هنا في النص وقال لك انا هجمع الاثنين دول ببعض، وياخد نسبه من الفريلانسر وياخد نسبه من العميل، وبكده بقى انا طلعت الربح بتاعي واحنا الثلاثه مبسوطين. فيلا بينا عشان نشوف الموقع بيقول ايه. عندك طبعا قدامك زي ما انت شايف قدامي هي الصفحه الرئيسيه اللي احنا وقفنا عليها اخر مره. طبعا هي دي الصفحه اللي انت مجرد ما بتعمل لوجن بتخش عليها على طول. احنا هنتكلم على اول حاجه هي البار اللي فوق دوت، النافيجيشن بار دوت. بعد كده هنتكلم على الجزء اليمين زي ما انت شايف. بعد كده هنتكلم على الجزء اللي في النص هفهمه لك واحده واحده. اول حاجه نبدا بيها هي انت عندك اللوجو بتاع ابورك هنا، مجرد ما بتدوس عليه في اي وقت انت كنت فيه في اي مكان في الموقع بيرجعك للصفحه ديت. تاني حاجه بقى هنا جنبيه عندك فايند ورك. فايند ورك لما بتدوس عليها برضه بيرجعك للصفحه الرئيسيه. بس الفكره في ايه؟ ان انت لما بتقف عليها بيطلع لك اكتر من حاجه. اول حاجه هي عندك يور نتورك دي ابورك لسه عاملها جديد، اللي هو بيقول لك يعني تقدر تضيف الفريلانسرز التانيين، يعني زي اد فريندز كده في الفيسبوك. فانا ما اظنش ان انا احتجتها قوي. السيف جوبز ديت لو في اي شغلانه عجبتك مثلا فانت ممكن تعمل لها سيف. ازاي؟ هقول لك ان انت دلوقتي مثلا لما تيجي تبقى واقف هنا عجبتك الشغلانه ديت فتعمل لها سيف زي ما انت شايف قدامي هنا اهو. وبمجرد ما بتبدا تعمل سيف بتخش لك في السيف جوب، تقدر تخش على الشغل اللي انت عامل له سيف كله، بحيث ان انت تبقى شيلته يعني لوقت تاني او ايا كان الغرض اللي انت كنت شايله عشانه. تالت حاجه هي البروبوزلز ديت اللي هي لما تيجي مثلا شغل يعجبك فانت بتقدم البروبوزل بتاعك عشان يعني الاوفر بتاعك. فهنا بيقول لك انت تقدر تشوف البروبوزلز بتاعتك كلها، بحيث ان انت تقدر تشوف اخر حاجه كتبتها ايه او كل عددهم حتى او كل الكلام ده. تمام. عندك رابع حاجه هنا البروفايل بتاعك. طبعا تقدر تخش على البروفايل بتاعك وتشوف الحاجه اللي انت عاملها، البايو بتاعتك، السعر بتاعك، التايتل بتاعك، كل الكلام ده كله. ماي ستاتس ديت هنا بقى انا هفهمها لك واخش لك عليها، بس ديت زي ما بيقول لك كده ايه الاكونت بتاعك ماشي ازاي. هيجي بقى يقول لك ايه كام واحد من العملاء بيرجحك تاني، انت لحد دلوقتي كسبت كام، كل الكلام ده كله بيشرحه لك في الحته بتاعت الماي ستاتس. تمام. ماي بروجكت داشبورد دي برده ليها حوار تاني هبقى اتكلم فيها بعدين. تمام. كده احنا خلصنا فايند ورك. ماي جوبز ديت هنا بيقول لك الشغل اللي انت شغال فيه دلوقتي، سواء بقى هو شغل انتهى او سواء شغل انت شغال فيه حاليا. تمام. اول كونتراكتس طبعا نفس الكلام، بيجيب لك العقود، اي عقد انت اشتغلت عليه قبل كده او عقد لسه شغال عليه تقدر تخش تشوفه هنا. والورك دايري دي ليها علاقه بالاورلي ريت. يعني ايه؟ يعني انا هفهمك دلوقتي حاجه. انت عندك نوعين من الشغل. تمام. النوع اللي هو فيكس والنوع اللي هو اورلي. طبعا انا هشرحه لك بعدين بس انا هفهمه لك كده دلوقتي كروكي. تمام. الفيكس دوت اللي هو لما يجي حد مثلا يقول لك ان انا عندي شغلانه ب $100 عايز حد يعملها لي. تمام. فانت تقول له تقرا الديسكربشن بتاع الشغل، تقرا الوصف بتاعه، تقرا تشوف كل حاجه عنه وتشوف هل الشغل دوت مناسب بالنسبه لك $100 فيه فبتوافق تشتغل، ما بتوافقش بتشوف شغل غيره. انما الاورلي ريت اللي هو النوع الثاني بقى من الشغل اللي هو انت بتشتغل بنظام الساعه. يعني هو بيقول لك انا عايز واحد مثلا يكون الساعه بتاعته ب $10 او ب $20 يشتغل لي الشغل دوت. تمام. هو ساعات مش بيبقى محدد هو عايز وقت قد ايه، بس هو بيقول لك مثلا ايه شوف انت الوقت شغل هياخد معاك وقت قد ايه واشتغلوا. غالبا بقى ممكن ياخد بقى ايا كان الوقت معاك، ياخد ساعه ساعتين 10، ده هو بعد كده تقدر تتكلم معاه فيها. بس زي ما بقول لك كده الورك دايري دي هنا بقى بتقدر هو يتابع شغلك فيها، لان انت هيبان بقى كده تاخد سكرين شوت ازاي والكلام ده كله. تالت حاجه هي الريبورتس دي بقى ليها علاقه بالفلوس اكتر. يعني ايه؟ يعني انت لو دخلت اوفر فيو هنا هيجيب لك بقى انت دلوقتي معاك كام، صرفت كام، سحبت كام، دلوقتي هيجي لك كمان قد ايه كام، كل الكلام دوت. ماي ريبورتس نفس الكلام بس هو بيخش لك اكتر جواها. البيلينج اند ايرنينجز ديت على حسب المده بتاعتك. يعني سواء انت بقى كنت كده عايز تشوف مثلا اخر 28 يوم، اخر 7 ايام، الكلام ده كله. الكونكس ديت انا اللي هي هنا ديت هي عندي بيقول لي 37 افيلبل كونكس، هفهمها لك برده لما نوصل لها. تمام. الترانزاكشن هيستوري هنا بيقول لك بقى انت سحبت كام من الموقع، سبت كام، الكلام ده كله بيفهموا لك. سيرتيفيكت اوف ايرنينجز ديت تقدر تقدمها في اي بنك. يعني اللي زي ما بيقول لك كده بتروح اي بنك وتقول له انا عايز افتح حساب، فاول حاجه بيقول لك ايه هات لي الاتش ار ليتر. هي دي الاتش ار ليتر لو انت حابب ان انت تفتح حساب في اي بنك. في بنوك بتقبلها، في بنوك ما بتقبلهاش، بس كتير من البنوك بتقبلها عادي ما فيهاش اي مشكله. تمام. بالنسبه للمسجز فما اظنش ان ديت فيها اشكاليه، يعني ديت الرسائل ما بينك وما بين اي عميل تاني.
طيب اظن احنا كده شرحنا الحته اللي على الشمال فوق ديت في النافيجيشن بار. نخش بقى على الجزء اليمين. طبعا انت عندك هنا السيرش بتاعك تقدر تدور بيه على 3 حاجات. اول حاجه هي الجوبز زي ما انت شايف، تاني حاجه هي التالنت، تالت حاجه هي البروجكتس. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو كتبت جرافيك ديزاين ودوست جوبز فهيجيب لي شغل لجرافيك ديزاين. تمام. تاني حاجه مثلا لو عملت جرافيك ديزاين وتالنت هيجيب لك الناس اللي شغالين في جرافيك ديزاين. لو كتبت جرافيك ديزاين وعملتها بروجكت هيجيب لك مشاريع او حاجات ناس طالبين مثلا باكج معينه للجرافيك ديزاين. تمام. انا كده شرحت لك السيرش. بالنسبه هنا دي طبعا الهيلب، طبعا لو انت حابب ان انت تسالهم على حاجه تقدر تيجي تسالني انا برضه. هنا الدايركت كونتراكتس طبعا دي زي ما قلت لك في حاجه بقى في ابورك اللي هو هتلاقي مليون حاجه بتدخلك على نفس الحاجه. يعني انت عندك هنا الدايركت كونتراكتس هتلاقيه برضه هي اول كونتراكتس، يعني بيدخلك على نفس المكان فما فيش اي مشكله. هنا بقى لو تيجي تدوس عليها، عايز اقول لك ان انا قعدت اول ما بدات ابورك كنت بقعد ادوس عليها كتير جدا عشان اخش في البروفايل بتاعي. بعد كده خدت بالي ان انت ما بتخش من البروفايل بتاعك من هنا، انت هنا بتخش على السيتنجز بحيث بقى انت عايز تظبط وسيله الدفع الكلام ده كله او تعمل لوج اوت. انما لو عايز تخش على البروفايل فتقدر تخش عليها من فاين ورك بعد كده بروفايل من هنا. تمام. احنا كده شرحنا النافيجيشن بار اللي فوق دوت. تاني حاجه بقى نخش عليها هي الجزء اللي على اليمين دوت. طبعا زي ما قلت لك قبل كده ان في حاجه في مليون حاجه فيها بورك بتدخل على نفس المكان، فلو دوست هنا هتلاقي نفسك دخلت على البروفايل بتاعك عادي زي ما قلت لك بتخش عليه من فاين ورك على بروفايل. طيب تمام. بالنسبه لتاني حاجه بقى هنا عندك بروفايل كومبليتنس ديت اللي هي ابورك بيوريها لك انت بس مش بيوريها للعملاء. لان دي تختلف عن الجي اس اس وده اكيد سمعت عنها قبل كده او ما سمعتش مش مشكله انا هفهمها لك برده. المهم دي تاني ابورك بيقول لك ان البروفايل بتاعك كامل بنسبه كام في الميه. ماشي. تالت حاجه بقى هنا عندك 37 افيلبل كونكتس. طبعا ناس كتير تقول لي هو ايه الكونكتس دي اصلا؟ بص، ابورك اول ما بدا كان اي حد اي عميل حابب اللي هو ينزل شغلانه كنت تلاقي 50,000 واحد بيقدم على الشغل ديت. فدي كانت تجربه وحشه جدا بالنسبه للعميل. ليه؟ لان انت دلوقتي انت كعميل انت عايز تجيب حد يعمل لك الشغل دوت، فانت ما عندكش المقدره ان انت تبص على 50,000 واحد مقدم لك الشغل وتقعد تقرا كل دوت. ودي حاجه كانت تضايق. ليه بقى؟ لان 3/4 الناس اللي كانت بتقدم من باب اللي هو اقدم وخلاص، مع انه ممكن يكون اصلا ملوش اي علاقه بالشغل. فبالتالي ابورك دلوقتي قال لك احنا هنعمل حاجه اسمها كونكتس ديت عباره عن العمله بتاعت ابورك زي النقط كده بالظبط. تمام. انت دلوقتي كل ما تيجي تقدم على شغلانه بيتخصم من النقط ديت لحد ما توصل للصفر. الفكره في ايه؟ ان اي شغلانه هتشوفها هتلاقيها ب2 نقطه او ب4 او ب6. تمام. النقط اللي هي كونكت زي ما قلت. انت دلوقتي لما تيجي تشوف شغلانه انت مش هتقدم عليها الا لما تحس ان الشغلانه ديت انا اقدر اعملها، انا شايف ان الشغلانه ديت فيها السكيلز اللي انا اقدر اعملها والحاجات اللي هو طالبها ديت سهله جدا بالنسبه لي، فانا بالتالي عندي استعداد ان انا افقد شويه من النقط اللي انا اعملها ديت عشان اقدم عليها، ما عنديش اي مشكله. وبالتالي كده ابورك نجحت في اللي هي كانت عايزه تعمله، في اللي هي تحجم حجم الناس اللي هم بيقدموا الشغل، واللي يقدم بس هو الشخص اللي شايف فعلا نفسه يقدر يعمل الشغلانه ديت. يبقى انت كده وفرت على العميل مجهود كبير جدا في اللي هو يقعد يعمل سكان او يبص على الشغل ده، الناس دي كلها المقدمه، بالتالي هيتبقى له بس الناس الكويسه اللي تقدر تعمل الشغل دوت. تالت حاجه بقى قبل ما نخلصها، طب دلوقتي الكونكت ديت اول ما تخلص ايه اللي بيحصل؟ قال لك بص انت دلوقتي تقدر تشتري 10 كونكت بواحد ونص. دي اول حاجه. بس الاهم من كده ان انت كل شهر اصلا بيجي لك 10 كونكتس من ابورك. تمام. طبعا لو انت قدمت على شغلانه وجات لك الشغلانه ديت الكونكتس اللي انت كنت مقدم بيها بترجع لك تاني هديه من الموقع، بحيث اللي هو يقول لك انت تعتبر ما ضيعتهاش، يعني لا انت قدمت على الشغل واتقبلت بيه فالكونكتس اللي انت كنت مقدم بيها رجعت لك تاني هديه. تمام. تالت حاجه بقى الافيلابيلتي بادج. هو بص انا جربته اسبوعين وما عملش حاجه، بس انا هفهمه لك هو ايه. افيلابيلتي بادج دوت هو لسه ابورك لسه عاملاه برده جديد. ده بيقول لك ان انت دلوقتي بتوري العميل ان انت متاح حاليا. تمام. بس عايز اقول لك ان يعني بعد ما تواصلت مع كذا عميل 3/4 ما بيبصوش عليه اصلا، لان هم عارفين ان هو مش كل الناس عاملاه، لان هو كل اسبوع بياخد منك 6 كونكتس حق اللي انت عامل له هتشغل مثلا الاسبوع دوت هيسحب منك 6 كونكتس. طب ما مش فارق. فبالتالي معظم العملاء عارفين ان مش كل الفريلانسرز بيشغلوه، فبالتالي مش بيهتموا بيه قوي، او على حسب معظم الناس اللي انا اشتغلت معاهم كان هو دوت كلامهم. وفي نفس الوقت برضه دي كانت تجربتي لما لقيت ان انا ما كانش بيجي لي انفيتيشنز كتير يعني مجرد ما عملته. الحاجه اللي بعديها بقى هي hours per week. يعني ايه؟ دلوقتي انت عندك اكتر من حاجه. او بروك بيقول لك انت لازم تحدد للناس انت متاح قد ايه خلال الاسبوع، لان في ناس تقول لك ايه انا عايز واحد يكون شغال اكتر من 30 ساعه في الاسبوع عشان البروجكت اللي انا عايزه انا محتاج اللي هو يكون فاضي اكتر من الوقت دوت. في ناس ثانيه تقول لك مش فارق معايا. تمام. الفكره في ايه؟ اللي انت هنا بتعرف الناس انت فاضي قد ايه. فانا دلوقتي هنا مثلا كاتب hours per week more than 30 hours per week. تمام. انا عامل ان انا متاح اكتر من 30 ساعه. ممكن اعملها كده، ممكن اعمل انا متاح اقل من 30 ساعه. هتقول طب ما ينفعش اعملها 15؟ لا هي 30، يا اكتر من 30 يا اما اقل من 30. استنى تعالى اوريها لك برده اهي قدامك.
as needed open to offers، اللي هو ايه لما حد يكون حابب اللي هو يبعته لي، يبعت لي مثلا اوفر على طول فانا متاح. انما انا مش حابب ان انا اقول بقى انا اعلى ولا اقل من 30 ساعه او نون، انا مش متاح اصلا. فانت كده لغيت قفلت الباب خالص. بروفايل فيزيبيليتي بابليك، انا عامله بابليك. طبعا انت ممكن تعمله برايفت، تمام، زي ما انت شايف اهو قدامك اهي. بص انت دلوقتي عامله بابليك، تمام. ممكن تعمل اب ورك يوزرز اونلي. يعني ايه؟ يعني اي حد عامل لوج ان لاب ورك، مش ينفعش حد من بره اب ورك يعمل سيرش عليك ويلاقيك. يعني لازم يكون عامل لوج ان وعامل اكونت على اب ورك عشان يعرف يلاقيك، تمام. بالنسبه بقى للبرايفت، يعني بيقول لك ان انت دلوقتي البروفايل بتاعك مش هيبقى فيزيبل لمعظم الناس، او مش هيبقى فيزيبل للناس اصلا لما تيجي تعمل سيرش عليه. انما انت ستيل تقدر تقدم وتقدر تشتغل عادي، مفيش اي مشكله. جوب بريفرنسز، يعني هنا بيقول لك ان انت دي حاجه لسه اب ورك عاملينها جديده قوي زي ما هو مبين لك اللي هو نيو. هنا بيقول لك ان انت بتقول للعميل بتاعك ان انا اوبن ان انا اشتغل بكونتراكت معاك، تمام، لحد ما نشوف لو ممكن لو كده اقدر اشتغل معاك فول تايم. وعايز اقول لك في ناس كتير جدا اعرفها طلعت من بره اب ورك بعد دي مع الشركه اللي هم كانوا شغالين خلالها على من خلال اب ورك واشتغلوا معاهم فول تايم. ام اوبن، تمام. ابديت اهو ماي كاتيجوريز، فانا عاملها فيديو انيميشن. طبعا انا فهمتك في الفيديو دوت وانت بتعمل، عملت وريتك في الفيديو اللي احنا كنا بنعمل فيه ازاي تعمل الاكونت بتاعك. بالنسبه بقى للبروبوزلز، هنا بيقول لك 6 اكتيف كانديديتس او 6 سبميتد بروبوزلز. هنا بيقول لك انت كنت مقدم على 6 شغلانات في الشهر اللي فات دوت او الاسبوع اللي فات، الفتره اللي فاتت ديت، وعندك هنا في 6 محتملين لسه ممكن يشتغل معاهم او لا، تمام. بروجكت كاتالوج، طبعا لو انت عندك بروجكت راب اب كده على بعضه، بحيث اللي هو مثلا انا هقدر اعمل لك مثلا سوشيال ميديا بلان مثلا، فدي هتكلفك قد كده وهعمل فيها 1 2 3 باكج زي ما بيقولوا كده على بعضها. وهنا يور نتورك زي ما قلت لك قبل كده، وان كونكشن اللي هي انا قلت لك دوت عزيز اخويا، تمام. ابورك اكاديمي، طبعا ابورك عامل الاكاديمي بتاعته. دايركت كونتراكتس هتلاقيها فوق. جيت بيج، لو طبعا لو انت معاك فلوس دلوقتي وحابب ان انت تحولها للاكونت بتاعك على باي بال او سواء على البنك على طول، فبتخش من هنا. كوميونتي اند فورمز وهيلب سنتر، تمام. دلوقتي بقى هنبدا في الجزء اللي في النص. اول حاجه عندنا هنا السيرش بار. طبعا السيرش بار ده يفرق ايه عن اللي فوق؟ ان اولا اللي فوق دوت قلت لك بتدور بيه على الشغل او على التالنت، الناس يعني الفريلانسرز التانيين، او على المشاريع. انما السيرش بار اللي في النص دوت زي ما انت شايف قدامك سيرش فور جوب. يعني ايه؟ يعني بتدور على شغل بس، تمام. هقول لك استفاد بيه ازاي لما نيجي نقول لك ازاي تجيب اول عميل ليك على اب وورك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اول حاجه هنا بيبان لك عليها هي البيست ماتشز. البيست ماتشز هو اللي بيفتح لك عليها اب وورك. دلوقتي هو عارف السكيلز بتاعتك وعارف المهارات بتاعتك وعارف انت بتدور على ايه، فبالتالي هو بيبدا يرشح لك من نفسه اكتر وظائف او اكتر مجالات او اكتر شغلانات هي مناسبه للسكيلز اللي عندك او اللي انت حاططها يعني. طيب تاني حاجه بقى هي موست ريسنت. موست ريسنت ديت اب وورك بيقول لك دلوقتي انت تقدر تخش تشوف الشغلانات اللي لسه نازله حالا جديده لانج. يعني ايه؟ يعني انت لو بصيت على اول شغلانه عندك هتلاقي اللي هي لسه من 5 دقائق، من 16 دقيقه، من 23 دقيقه، من 32 دقيقه. يعني هو بيقول لك ايه؟ انا هجيب لك اكتر شغلانات مناسبه للسكيلز بتاعتك وفي نفس الوقت برده لسه نازله على الموقع حالا، تمام. تالت حاجه طبعا هي السيف جوبز اللي انا قلت لك عليها. لما تيجي تعمل مثلا الحاجه هنا اهي سيف قدامك اهو فبتطلع لك هنا. المهم يعني اهي هنرجع للبيست ماتشز تاني. طبعا انا كده فهمتك الحته دي معناها ايه. طب تعالى بقى افهمك الدنيا هنا ماشيه ازاي. اول حاجه انت عندك هنا التايتل بتاع الشغل دوت، هو اول حاجه بتبص عليها، تمام. هنا عندك الديسكربشن، تمام. هنا بيقول لك فيكس برايس، يعني هو ناوي هنا يدفع رقم ثابت مقابل الشغلانه ديت. انترميديت يعني هو عايز حد خبرته متوسطه. ثالث حاجه البادجت بتاعته زي ما قلت لك $30، وبيقول لك هو رافعها بقاله ساعتين. لو الشغلانه دي مش عاجباك او تقدر تعمل لها ريبورت تعمل لها من هنا. هو بيدور على السكيلز اللي هنا، ريسيرش اند استراتيجي، ريسيرش بوست ايدياز، فيري ايرثينج. بروبوزلز من 5 ل 10. يعني ايه؟ يعني دوت في كام واحد مقدم على الشغلانه ديت. اب وورك بيقول لك مثلا في من 5 ل 10 اشخاص تانيين مقدمين على الشغلانه ديت. تالت حاجه هنا هو عندك برضو عندك البيمنت فيرفايد. يعني ايه؟ يعني الشخص دوت لو انت اشتغلت معاه في اب وورك بيضمن لك ان الشخص دوت اوريدي عامل لينك او رابط الكريدت كارد بتاعته بالموقع، بحيث ان هو لو اي وقت جه قال لك انا مش عاجبني الشغل وبعد ما انت خلصت الشغل يقول لك مالكش فلوس عندي، اب وورك اوريدي واخد منه ثمن الشغل وهيديهولك ما تقلقش من غير اي حاجه. طبعا زي ما انت عارف انت بيبقى ليك ريت. يعني ايه؟ يعني في ناس عملاء انت اشتغلت معاهم بيجي يقيموك ويقيموا الشغل بتاعك. ده ما يغيرش فكره ان انت برضه بتقيم العملاء. يعني زي ما انت شايف قدامك هنا هو بيقول لك ان الشخص دوت التقييم بتاعه 5 من 5. يعني الشخص دوت الناس اللي هو اشتغل معاهم حبوا الشغل معاه وادوا له 5 من 5 في الشغل بتاعه. هنا بيقول لك برضو اللي هو صرف لحد دلوقتي $6000 في الموقع، وهو منين؟ من اليونايتد ستيتس، تمام. اظن انت كده فهمتك الدنيا هنا ماشيه ازاي. تعالى بقى ادخلك على الشغل واشرح لك برضو الدنيا هو جوه ماشيه ازاي. طبعا هو مش هيختلف كتير قوي. هنا بيقول لك اوبن جوب ان نيو ويندو، يعني انت لو حابب تفتحها في تاب ثانيه براحتك.
تمام. عندك هنا الجزء اللي على اليمين ابلاي ناو، لو انت حابب ان انت تقدم بعد ما قريت كل الكواليفيكيشنز او الحاجات اللي هو طالبها. لو هي عايز تعمل لها سيف، طبعا زي ما قلت لك كنت شايف قدامك انا بعمل لها سيف، فانت لو حابب ان انت تعمل لها سيف دوس عليها من هنا. هنا بيقول لك send proposal for 2 connects. يعني ايه؟ يعني ايه دلوقتي؟ زي ما قلت لك انا كان معايا 37 كونكت، فهو بيقول لي دلوقتي الشغلانه دي بتكلفك ان 2 كونكت، فهل انت حابب ولا لا؟ لو حابب بكمل وادوس ابلاي ناو، مش حابب خلاص مش مشكله. هنا بقى بيقول لك معلومات عن الكلاينت، طبعا زي ما انا وريت لك قبل كده. اول حاجه البيمنت بتاعته فيرفايد، اللي هو وسيله الدفع بتاعته فيرفايد زي ما انا وريتك. الريت بتاعه 5 من 5 او يعتبر خلاص 5 من 5، ده ريفيو كويس جدا بصراحه. هو منين؟ هو دلوقتي من اليونايتد ستيتس، يعني من امريكا. الساعه عنده هو كام دلوقتي؟ الساعه 4:30. وعايز اقول لك ان الموضوع ده هيفرق معاك جدا. هتلاقي واحد مثلا بعت لك رساله الساعه 6 الصبح وهو عنده الساعه الظهر اصلا، بيكلمك عادي كانه هو في نص اليوم. ف عادي ممكن تطنش ترد عليه تاني يوم او ترد عليه في ساعتها، انت وراحتك يعني. تالت حاجه، الراجل دوت عمل كام شغلانه لحد دلوقتي؟ الراجل دوت لحد دلوقتي عمل 28 شغلانه قبل كده، تمام. صرف كام؟ صرف 6000، تمام. هو بص هنا حاجه ابرك لذيذ يعني بيعملها الراجل دوت في الافريج كده من اللي هو دفعه قبل كده. معدل الدفع بتاعه في الساعه قد ايه؟ بيدفع حوالي 6.7 دولار بير اور. يعني هو معدل الساعه بتاعته كده، هو الراجل ده بيدفع 6 او 7 دولار في الساعه بتاعته. يلا بينا نبدا نخش هنا. هو عايز منين؟ عايز وورلد وايد. هو رافعها بقاله قد ايه؟ رافعها بقاله ساعتين. طبعا هنا الديسكربشن بتاعه، طبعا الديسكربشن ده يا جدعان لازم من اهم الحاجات اللي لازم تقراها، ده اللي هيحدد فعلا انت هتجيب الشغل ولا لا. هو بيقول لك هنا فيكس برايس ب 30 دولار، تمام. وانترميديت، عايز حد يكون متوسط، الخبره بتاعته متوسطه، لان انت عندك ثلاثه: انتري اللي هو مبتدئ، انترميديت اللي هو متوسط، او اكسبرت هو خبير، تمام. هنا بقى عايز اخش عليك اللي هو بروجكت تايب اون جوينج بروجكت. يعني ايه؟ يعني بيقول لك الشخص دوت حابب اللي هو هيبدا يشتغل مع حد ومش وان تايم جوب. يعني ايه؟ يعني مش الشغلانه اللي هو اخطف واجري، اللي هو مثلا عايز حد يعمل لي اللوجو دوت وخلاص كده مع السلامه. لا، هو دوت عايز حد هبعت له مثلا كل اسبوع فيديو، هبعت له كل اسبوع شغل يعمله لي، فبالتالي عايز حد اون جوينج بروجكت، يعني حاجه هيكمل معايا، تمام. السكيلز والاكسبرتيز: فيديو اديتنج، ريسيرش اند استراتيجي، ريسيرش بوست ايدياز، تمام. اكتيفيتي اون ذيس جوب، يعني ايه؟ يعني بيقول لك لحد دلوقتي الشغلانه اللي انت شايفها قدامك ديت بروبوزلز مقدم عليها لحد دلوقتي الشغل دوت من 5 ل 10 اشخاص. اخر مره العميل شاف الشغل او بص على الناس اللي مقدمين كانت من ساعه. عمل انترفيو كام واحد؟ واحد. انفايت سنت زيرو، انسر انفايت زيرو برضه. يعني هو بعت انفايت لكام فريلانسر؟ ما بعتش حاجه. وهنا الهيستوري بتاعه وهو بقى مدي فيدباك قال ايه والناس قايله عنه ايه في الفيدباك. وبيقول لك طبعا هنا لو انت العميل دوت فتح او عامل شغل تاني بيوريه لك، تمام. وطبعا في الاخر خالص هنا بيقول لك العميل دوت او مش العميل ده، الشغله ديت في شغل من تاني شبهها ولا لا. لو انت مثلا مش عاجباك الشغل دي او مثلا مش عاجباك مثلا سعرها، بس انت ممكن تشوف من هنا شغل تاني شبهها، تمام. وهتلاقي ممكن السعر بتاعه يبقى مناسب ليك اكتر. في حاجه بقى انا حابب ان انا افهمها لك اكتر، ايه هي انواع العقود. بس قبل ما افهمك انواع العقود بقى انا عايز افهمك كام حاجه كده في ابورك بحيث ان انت تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. انت دلوقتي ليك اللي انت تجيب الشغل بثلاث طرق. اول طريقه هي اللي انت تقعد تدور على الشغل المناسب ليك، تمام. ولما تلاقي شغل مناسب ليك تبدا تبص فيه وتقدم البروبوزال بتاعك زي ما انت شايف قدامك هنا دلوقتي على الشاشه. الطريقه الثانيه اللي انت حد يبقى مثلا كلاينت منزل الشغل في ابورك يبدا يقترح له فريلانسرز من الناس، فانت ممكن تبقى منهم، فبالتالي بيبعت لك انفايت. وبالتالي لما تيجي تخش تعمل انفايت، تمام، بتخش على الانفيتيشن اللي هو باعتها لك، الدعوه اللي هو باعتها لك، تخش عليها تقدم زيك زي ما انت بتعمل دلوقتي. بس في فرق بسيط، ايه هو؟ ان انت لما تيجي تقدم على الانفايت او على الدعوه ما بيتخصمش منك كونكتس، لان هو اللي جاي لك مش انت اللي رايح له. على عكس لو انت اللي مقدم على الشغل دلوقتي زي ما انت شايف قدامك، بيتخصم منك زي ما انت هنا شايف، بيقول لك ايه؟ انت هيتخصم منك 2 كونكتس. انما انت لو هو اللي باعت لك دعوه انت ما بيتخصمش منك حاجه. تاني حاجه طبعا لو هو باعت لك دعوه فهو بالتالي شاف البروفايل بتاعك، فبالتالي انت عديت نص الشغل يعني. ليه؟ لان هو خلاص اوريدي اقتنع، شبه اقتنع بيك يعني، تمام. تالت حاجه ودي صعبه جدا ونادره ان حد يبعت لك الاوفر على طول، يعني يبعت لك عقد الشغل على طول. ودي بتحصل في حاله بسيطه جدا، واللي هي يكون الشخص ده اصلا اوريدي قبل كده اشتغل معاك، فبالتالي خلاص هو اشتغل معاك قبل كده وبعد كده جاله شغل تاني حابب هو يبدا يعمله، فبعت لك العقد على طول. بس هتلاقيه دايما يخش يكلمك الاول يقول لك ها انت فاضي ولا مش فاضي؟ طب انا حابب ان انا عندي اعمل شغل معاك تاني زي الشغل الاولاني، فبعت لك العقد على طول. بس ده نادرا، ولو انت لسه في الاول بتتفرج على الفيديو دوت فغالبا انت مش هيجيلك دلوقتي يعني. ده كده ايه؟ هيجيلك الشغل ازاي او بتشتغل ازاي. تاني حاجه بقى هي انواع العقود على الابورك. انواع العقود على الابورك هي نوعين. اول نوع اللي هو الفيكست، تاني نوع اللي هو الاورلي. يعني ايه؟ الاول حاجه اللي هو الفيكست دوت بيقول لك ابورك ان العميل عنده مثلا البادجت بتاعته $100، تمام. حابب ان حد يعمل له 1 و2 و3 و4 و5 مقابل ال $100 دول، وشايف ان الشغل اللي هو طالبه مناسب لل $100 او حتى مش مناسب ايا كان تقديرك انت للحاجه، فانت بتقدم على الشغلانه وتيجي تقول له اه خلاص انا هاخدها.
تمام. الفكره في ايه؟ ان هو برده نفس البروسيس نفس العمليه تمشي عليها، وهو برده يبدا يشوف الناس اللي هتعرف تعمل الشغل ولا لا. لان خد بالك في الفيكس انت مش مضطر ان انت تاخد ال $100 منه، تمام. انت ممكن تخش تقول له انا عايز فلوس اكتر اصلا، بس البروبوزال او الكفر اللي انت بتبعتها له تبقى كفيله اللي هو تخليه مهما كان السعر اللي انت طالبه يوافق عليه. فهي في الاول وفي الاخر الكفر ليتر دي اهم حاجه. بس في نفس برضه انت بتبقى عارف البادجت بتاعته هو اخر $100، فبالتالي انت ما بتزودش. ليه؟ لان انت عارف ان هو بيقول لك انا معيش اكتر من كده ومستعد ادفع $1 بس. فانت بتخلي بالك على الرينج بتاعه هو برضو الاول. تاني نوع اللي هو اللي في العقود اللي هو الاورلي. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لو بصيت في الحلقه اللي فاتت قلت لك ان انت تشوف معدل الساعه بتاعك بكام. يعني انت مثلا ب $10 ب 15، يعني انت كل ساعه تشتغلها على المشروع بتاع العميل لو قلنا ان انت بتاخد $10 في الساعه، كل ساعه تتخصم لك منه $10. الفكره في ايه؟ ان انت بمجرد ما تفتح التراك سيستم بتاع اب وورك بتدوس اللي هو الزرار يعني او البutton بتاع اون، مجرد ما تدوس عليه اب وورك يبدا يعمل سكرين ريكورد للشاشه بتاعتك. وهي دي اللي كنت بوريها لك في الورك دايري. لو انت شفت هنا دي السكرينز اللي اب وورك بيبدا ياخدها من السكرين بتاعتك وانت شغال، بيبدا يعمل اللي هو ايه سكرين شوت، تمام، ويبدا يبعتها للعميل. الفكره في ايه؟ انت لو حابب ان انت تمسحها فانت بتخش على الورك دايري دي زي ما انا وريتك، تمام، وتخش تمسحها. بس الفكره في ايه؟ ان انت هنا مش بتمسح السكرين شوت بس، انت بتمسح السكرين شوت بالفلوس اللي انت اتخذت في ال 10 دقائق دولت. يعني حق ال 10 دقائق دولت اتمسح. ليه؟ لان انت تعتبر ما اشتغلتهاش. طبعا في واحد هيجي يتذاكى يقول لك طب انا دلوقتي ممكن افتح، لو انا مثلا شغال على الفوتوشوب فانا ممكن افتح الفوتوشوب واحط الوقت واسيبه شغال من غير ما العميل يعرف، واول ما يجي يعمل سكرين شوت العميل هيبص له هيلاقي ايه اللي انا فاتح فوتوشوب مش هيعرف حاجه. اقول لك كان غيرك اشطر. ليه؟ لان اب وورك برضو اخد باله من الموضوع دوت في الاول لما لقى ناس كتير جدا بتفتح السكرين وتسيبها شغاله ويبدا العميل يتخصم منه فلوس والشغل مش بيخلص. طب ما كده برضو في حاجه غلط. فاب وورك قال لك احنا بنعمل حاجه اللي هو ايه التراكنج للماوس بتاعك. يعني ايه نسبه اللي انت اكتف فيها قد ايه على حسب باور كده. كل ما يعلى معنى كده انت كنت شغال اكتر، كل ما يقل معنى كده انت تعتبر ما لمستش الماوس. في اوقات عادي جدا هتلاقي نفسك ما لمستش الماوس، هو الشغل كان عايز كده، كان بيحمل حته فانا ما لمستوش. تلات ارباع العملاء عايز اقول لك ان هم ما بيبصوش عليها، ما بيبصوش عليها الا في الوقت اللي هو يحس ان الموضوع غريب او الفلوس زادت عليه على الفاضي. يعني ايه؟ يعني مثلا ما تبقاش مثلا طالب منك لوجو واللوجو هو عارف مثلا يكلف $50 ويلاقي نفسك داخل في $450 وانت بتعمله. فاهم قصدي ايه؟ فبالتالي هنا بيبدا يرجع يبص في الورك دايري عشان يشوف وانت كنت بتعمل ايه في الوقت ده كله. فاهم قصدي ايه؟ كده انت فهمت الفرق ما بين العقود اللي هو الفيكس والاورلي. واحده من اهم الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها هي ماي ستاتس. تعالى اوري لك يعني ايه. دلوقتي اول ما تدوس على فايند ورك بتخش على ماي ستاتس. البيج ديت او ماي ستاتس دي عباره عن اب وورك بيقيم فيها الاداء بتاعك ويوري لك قدام نفسك كده انت الاداء بتاعك اخر 12 شهر او من ساعه ما بدات اب وورك عامل ازاي لحد دلوقتي. اول حاجه بيبدا بيها هي الكلاينت ساتسفاكشن. يعني ايه؟ يعني رضا العميل عنك. انت اول حاجه بتفتحها بيبص لك هنا، وده يعتبر اهم حاجه عندك في البروفايل، الجي اس اس. الجي اس اس دوت اللي هو الجوب سكسس سكور. انا دلوقتي عندي هو 91%. طبعا كل ما يعدي 90% يبقى احسن اكيد. طبعا اقل من كده بتحتاج ان انت تشتغل على نفسك شويه عشان تعليه. طبيعي بس خد بالك ان انت اول ما بتبدا ما بيبقاش عندك. ليه بقى؟ لان الجي اس اس دوت هو عباره عن اب وورك بيقول للعميل الشخص دوت اشتغل بنسبه كام في الميه واخد ريت كويس بنسبه كام في الميه. فبالتالي انت اول ما بتبدا انت ما عندكش الشغل قبل كده اصلا عشان اب وورك يقيمك عليه. والتقييم دوت بيجي من الفيدباك بتاعت العملاء، سواء بقى في عميل يديلك 1 من 5 من في الستارز او النجوم، واحد تاني يديلك 5 من 5 ويكتب عنك فيدباك كويس. الكلام ده كله دوت هو اللي بيأثر في الجوب سكسس سكور. هنا بيقول لك ان 12 months earnings، بيقول لك هنا عندك كام. طبعا في حاجات هتلاقيها معمول عليها بلور بحيث ان انا شايف ان دي خصوصيه شويه. clients who would recommend you. طبعا اب وورك لما بتيجي تنهي الكونتراكت او العقد مع حد، طبعا اب وورك بيبدا يساله اكتر من حاجه. بيبدا يساله برضه هل الشخص او الفريلانسر دوت تحب ترشحه اكتر بعد كده لحد تاني ولا لا. وده بيساعد اب وورك بعد كده اللي هو يطلعك انت لعملاء تانيين والكلام ده كله. اللونج تيرم كلاينتس دولت العملاء اللي انت شغال معاهم بقالك فتره طويله. فبالتالي اب وورك بيقول مثلا لو انت في 10 عملاء شغال معاهم، في 2 منهم شغال معاهم فتره طويله، فانت بالتالي ده معناه ان انت 20% من العملاء انت شغال معاهم فتره طويله. recent account holds، لو عملت اي حاجه بحيث ان هي تدور الاكونت بتاعك، مثلا عملت حاجه اب وورك حذرك منها، الكلام ده كله بيبان لك هنا، تمام. توب ريتد eligible ويكس 1 من 16. فهمك يعني ايه. دلوقتي انت اول ما بتبدا على اب وورك انت طبيعي جدا ما بيبانلكش اي جي اس اس، ده الاختصار بتاع جوب سكسس سكور، تمام. مش بيبان لك. ليه؟ زي ما قلت لك انت ما عندكش الشغل قبل كده عشان اب وورك يقيم بيه الشغل بتاعك. فبالتالي اول ما بتبدا ما بيبقاش فيه اي حاجه، بس في بادجز. يعني ايه بقى؟ انت اول ما بتبدا ما بيبقاش فيه اي حاجه خالص، بتقعد فتره تقدم وتبقى اكتف على الاكونت بتاعك. بس اب وورك لحد دلوقتي هو مش محدد ايه المعايير اللي بيحط عليها البادجز بتاعت الرايزنج تالت على الاقل.
فاول ما تبدا بعد كده تبقى اكتف وتعمل الريدنس تيست، وهبقى افهمك في ممكن نعملها في شورت بقى دلوقتي هتلاقي مثلا بعديها ب 48 ساعه جالك بادج اسمه رايزن تالنت. يعني ايه؟ يعني اب وورك بيقول للعملاء ان الشخص ما عملش الشغل قبل كده، بس احنا من اللي احنا شايفينه ان الشخص عنده المهارات الكفايه او البوتنشال اللي هو يقدر يعمل لك الشغل وبالتالي يبدا برضه اب وورك يرشحك لناس ثانيين. وخد بالك في احد الشغلانات هتلاقي العميل بيشترط ان الشخص اللي يقدم يكون يا اما الجي اس اس بتاعه اعلى من 90%، يا اما رايزن تالنت لو هو مثلا لسه ما اشتغلش حاجه، فبالتالي مش عندوش اي مشكله اللي هو يدي لحد رايزن تالنت يديله الفرصه. تمام. طيب تمام. هتقول لي طب برضو ايه هي التوب ريتد اليجبل ويكس دي؟ هقول لك ان دلوقتي انت مجرد ما يبقى عندك مثلا رايزن تالنت، مجرد ما تشتغل شغلانتين ثلاثه ايه اللي بيحصل؟ يبدا بقى اب وورك يشيل بقى الرايزن تالنت ويبدا يحط لك الجي اس اس بتاعتك بقى. يبدا طبعا خلاص انت اشتغلت اكتر من شغلانه، في كذا عميل ادى فيدباك، فبالتالي احنا خلاص عندنا حاجه نقدر نقيم عليها البروفايل بتاعك، فيبدا يفتح لك الجي اس اس. عايز اقول لك ان انا اول ما فتح لي الجي اس اس لقيت نفسي 74%. يعني انا كنت رايزن تالنت وكنت فاكر الدنيا تمام ومفيش اي مشكله، ببص لقيته اصلا عامل لي نزل لي انا 94% عشان كنت واخد فيدباك مش احسن حاجه من كذا حد يعني. المهم يعني الحمد لله ظبطت الدنيا ووصلت عليته. يعني الفكره في ايه؟ ان انت دلوقتي بعد ما تقعد الجي اس اس بتاعك لو فضل فوق ال 90% لمده 16 اسبوع، عشان كده هو هنا بيعد لك 16 اسبوع، بيتفتح لك بادج توب ريتد. وطبعا بيبقى عنده فيه مميزات تانية، هفهمك انهم المميزات برضو اللي بيفتحها لك، بحيث كمان برضو في الفلوس والكلام ده كله. تاني حاجه كوميونيكيشن. اب وورك طبعا بيهتم جدا بان انت تكون ريسبونسيف او بترد على العملاء بتوعك بسرعه جدا، فبالتالي بيقول لك هنا مثلا يو ريبلاي ويزن داي، يعني انت في ردك في خلال يوم. عمرك ما بترد في خلال يوم ولا بترد على طول في خلال يوم. انا بيقول لي مثلا انت ايه، لا انت معظم الوقت بترد في خلال يوم، مش اكتر من كده. يو ريبلاي افري تايم، يعني هنا بيقول لك طبعا اولويز. ليه؟ لان هنا بيقول لي انت بترد على العميل كل مره. يعني انا مفيش عميل طنشته هنا بقى، مش بيتكلم عن حته بترد عليه بعد قد ايه، لا في ناس فعلا يا جماعه بتطنش اصلا هي ترد على العملاء. تمام. الاناليتكس كان بقى بروفايل فيو في اخر كام يوم الكلام ده كله. انا بيقول لي هنا مثلا انت جالك 16 فيو مثلا شافوا بتاعهم. الفكره هنا دي حاجه بقى بتفرق في ايه؟ ان انت لما تيجي لنفسك تبص لنفسك مثلا جالك 16 فيو وما جالكش ولا انفيتيشن، طب ما ده معناه ان انت دلوقتي في 16 واحد شافك و16 واحد ما اقتنعوش بيك، فبالتالي ده معناه ان انت محتاج يا اما تظبط السعر بتاعك، تظبط التايتل، يا اما تظبط البايو بتاعتك، لان فيهم حاجه بتخلي الناس دولت مش مقتنعين بيك، لان هم اوريدي خلاص دخلوا عليك. ايه اللي هم شافوه؟ شايفين ان انت محتاج تتظبط فيه بحيث ان هم يقتنعوا بيك. بس كده اظن هي دي ماي ستاتس، وبكده نبقى خلصنا الحلقه بتاعتنا النهارده. انا كده شرحت لك الموقع، او بالاخص شرحت لك الحاجات اللي انت هتبقى محتاجها في بدايه شغلك على الموقع. في حاجات انا سايبها ممكن ابقى اعمل حلقه ثانيه ليها، بس الحاجات دي انت مش هتبقى محتاجها في الاول. الفيديو دوت طبعا لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتبعت الفيديو دوت لاقرب الناس ليك اللي انت شايف اللي هم ممكن يستفادوا بيها. الفيديو اللي جاي ان شاء الله انا هتكلم عن ازاي تجيب اول عميل ليك، وازاي تختار الشغل المناسب ليك. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.